ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بالازازه دي هنعمل فكره هتعجبكم جدا، وباذن الله هتفيدكم كمان. اول حاجه هنقسم الازازه دي نصين بالكتر او بالمقص، مفيش مشكله خالص. ده كده اول جزء هناخده، هنسويه طبعا. وبعد كده الجزء التاني ده هنسويه من الناحيه دي كده تمام. وهبدأ ارسم نفس ارتفاع الجزء الاولاني عليه، بحيث ان انا هقص الاتنين يكونوا نفس الارتفاع، ما يكونش واحد اطول من التاني. كده تمام. هبدأ اساوي برضو واقص كده للاخر. كده الاتنين بقوا نفس الطول، وده اللي احنا عاوزينه. وبعد كده هجيب اي قطعة كرتون، دي كان غطا كرتونة شوز يعني، انا كنت جايباها وطبعا سبتها عشان استعملها في فكرة من الافكار دي. وبعد كده هرسم القاعدة على قد الدواير بالظبط، وهبدأ اقصها بالشكل ده. ولازم نتأكد طبعا ان القاعدة على قد محيط الازازة بالظبط. كده تمام. والباقي الكرتون ده انا مش هحتاجه دلوقتي. هبدأ بعد كده اجيب فوم، او ممكن اي نوع قماش، بس هنا انا استخدمت الفوم واستخدمت اللون البني بالذات علشان انا هعمل شكل حاجة معينة يعني. هرسم خط كده بحيث ان انا اقصه متساوي ويغطي طبعا الازازة بتاعتي. وبعد كده هبدأ اقص الجزء ده. كده تمام. هغطي بيه بقى الازازة، محيط الازازة من الجنب كده. طبعا زي ما احنا متعودين بستخدم مسدس الشمع في اي حاجة من الحاجات دي. كده تمام. كل جزء هعمل عليه حبة شمع عشان يبقى التثبيت كويس، ما يتخلعش مني بعد كده. واي تعديل طبعا بنعمله، هو الشمع لسه ما لزقش قوي، عشان بعد كده لو عملنا اي حاجة هيقطع معانا الفوم، هيتقطع اصلا. بعد كده هقص الجزء اللي خلاص الزيادة ده. واللي عملته هنا هعمله برضو في الازازة التانية، في الجزء التاني من الازازة نفس الطريقة. في هنا جزء زي ما احنا شايفين كده مش هيتغطى، ممكن اعمل له جزء تاني من الفوم واوصله بيه. بس ممكن كمان زي ما انا هعمل اخلي الجزء ده متداري لجوه فمش هيبان خالص. بعد كده هثبت اللي انا عملته ده على القاعدة الكرتوني اللي انا كنت قصاها، وابدأ اظبطها كده بحيث ان هي تبقى منتظمة ومتساوية.
كده تمام. والجزء اللي احنا لو لاحظنا الجزء اللي مش متغطي بالفوم انا دريته في الجزء في الحتة اللي لزق فيها الازازتين مع بعض. بعد كده هنا هبدأ ارسم بقية الشكل اللي انا محتاجاه، اللي هو عندي هنا كان هرسم راس الشكل اللي انا عاوزاه. انا هعمل راس اللي هو الكلب، فرسمته على الفوم وبعد كده هقصه، وطبعا هرسم بقية الاجزاء بقى، الايدين الرجلين والعيون والحاجات دي. وبعد كده طبعا هبدأ اثبت كله مرة واحدة. لو مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها، ولايك وشير. ومستنية طبعا رأيكم في الكومنتات في فكرة النهاردة، وكلامكم طبعا بفرح بيه جدا، وهو ده اللي انا بستناه اساسا. ده الجزء بتاع البق والمناخير بتاعة الكلب اللي احنا رسمناه. هبدأ اظبطه على قد شكل على قد حجم الوش، وكده هيبقى تمام. بعد كده هبدأ طبعا اعمل بقى على الفوم المناخير والبق، المناخير والعيون. وبعد كده طبعا هبدأ اقص كده بالشكل ده، وهثبت الراس واجزائها طبعا كده تمام. وهثبت عليهم المناخير، وبعد كده هرسم بقية الاشكال. هنا عملت العيون، جزء اللي هو الابيض والجزء الاسود اللي عليها. كده تمام. والعين التانية نفس الطريقة برضو هتتثبت. وبعد كده هرسم الرجول بتاعته والديل. ده الديل شكله زي المثلث بس متني كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ اقصه من جوه بحيث ان هو يدي شكل الديل كده. والجزء ده انا سيبته علشان اقدر اثبت بيه كويس بالشمع. هنا هبدأ ارسم الرجول برضو. طبعا انا سبت المسافة دي عشان اتني الورقة، اتني الفوم واقص، يبقى الرجلين اتقصوا مرة واحدة. كده تمام. هبدأ بقى ارسم طبعا الصوابع والشعر اللي هو في الديل، وابدأ اساوي الاجزاء اللي هي المفروض تتقصقص كده ما بين صوابع الرجل والحاجات اللي هي التفاصيل الصغيرة دي. كده تمام. جه وقت بقى ان انا اثبتهم
في المنظم بتاعي، وانا لقيت الرجل كبيرة شوية وهتضايق المنظم، مش هيبقى واقف كويس، فقمت مصغراها بس شوية. وبعد كده هثبتها بمسدس الشمع بالشكل ده، ودي لنفس الطريقة هبدأ اثبته برضو بمسدس الشمع. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. ايه رأيكم؟ ده بقى شكله النهائي. وطبعا ممكن احط فيه ادواتي، او الولاد يحطوا ادواتهم على المكتب زي ما احنا شايفين، وشال كمية ادوات كبيرة جدا. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.